عيني يا باه نشوف، هي باه نشوف، هي باه نمشي، هي تفكر فيا ما توصلنيش بنيتي. ما سامحهمش، اعدام ليه اقتيله كيما خدعني في بنتي، لازم هو تاني اللي يموت. الزمان في 7 فبراير عام 2021. المكان زعزاقة الجزائرية. وفي صباح هذا اليوم زارت واحد الأم مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء بنتها اللي عندها 17 عام، سميتها كنزة السادات. كانت السيدة في حالة انهيار تام مسكينة، وهي تتخبر المحققين بأن بنتها غائبة عن الأنظار أسبوع كامل، ما لقاو ليها حتى شي أثر. تتقول الأم أنها بعد ما طلقات من باين كنزة حبات الابنة تمشي تعيش مع باها اللي كان تيسكن في منطقة بعيدة نوعا ما عن مكان سكن الأم. وافقات الأم على مضض أن بنتها تمشي تعيش مع باها، لكنها اشترطت على بنتها أنها تبقى تتواصل معه يوميا للاطمئنان لها. وبالفعل كانت كنزة تتواصل يوميا مع أمها، لكن في الأول شهر فبراير انقطع الاتصال كليا بيناتهم، حيث كان هاتف كنزة خارج نطاق الخدمة، كما أنها ما مشاتش المدرسة طوال هذه الفترة، بل حتى الأصدقاء تاعها أو زملائها في المدرسة ما عارفين عليها والو. وحتى الأب ما كانش كيجاوب في تليفونه، وهو ما دفع الأم المذعورة أن توجه إلى مركز الشرطة وتقدم بلاغ. تعاملات الشرطة الجزائرية بجدية تامة مع هذا البلاغ، وبداو على الفور بالبحث بشكل موسع على البنت المفقودة، خصوصا بعد ما وصلهم بلاغ آخر من والد الفتاة اللي كان عايش معها في دار وحدة. فيا ترى شنو هي الألغاز المحيطة بهذا الاختفاء المفاجئ لهذه الفتاة الشابة، وكيفاش تسببت هذه القضية في صدمة الشارع الجزائري بأسره؟ فاش خرجت تفاصيلها للجمهور. لمعرفة الإجابة عن هذه التساؤلات تابع معنا هذه الحلقة للنهاية. سلام الله عليكم. بالنسبة للمحققين اللي خدامين على القضية كان مستغربا حيث ما حضرش الأب للإدلاء ببلاغ رسمي تيفيد بتغييب بنته بعد حوالي أسبوع كامل من اختفائها، ولذلك بادروا استقبلوه المحققين بهذا التساؤل فجأة عندهم المركز الشرطة، فخبرهم أن بنته خرجت من الدار في الأول من شهر فبراير قاصدة دار جداتها. وظن الأب أن بنته قررت تجلس تماك لفترة، لكنه فاش تواصل مع أمه يسول عليها خبراته المرأة المسنة بأن كنزة ما جاتش عندها من الأساس. بعد استجواب الأب شرع المحققون في عملية استجوابات واسعة شملت المعارف والأصدقاء والأقارب، لكن جل من تحدثوا مع الشرطة أجمعوا على أنهم ما شافوش كنزة وما سمعوش عليها منذ يوم اختفائها. ما وقفاتش والدة كنزة وأصدقاؤها مكتفين الأيدي في ذاك الوقت، بل دشنوا واحد الحملة موسعة للبحث عن كنزة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، وتم نشر صور كنزة السادات برفقة إعلان تيدعو المواطنين للتواصل مع الشرطة في حال عرفوا أي معلومات ممكن تقود إلى مكان تواجدها. على الرغم من كل هذه المجهودات بقى الحال على ما هو عليه، وبقات كنزة في عداد المفقودين حتى جاء نهار 15 فبراير، وهو التاريخ اللي حمل في طياته صدمة مخيفة لأسرة كنزة وكافة محبيها. في صباح ذاك اليوم تواصل واحد الراعي أغنام محلي مع سلطات إنفاذ القانون
خبرهم بصوت مرتبك بأنه لقى أطراف إنسان، يد وراس محروقين تماما، فاش كان تيرعى أغنامه في منطقة غابة عكارنا. فاش وصلت الشرطة لذاك المكان لقات الراس في وضع مرعب، حيث صعب عليهم تمييز ملامح وجه الضحية من شدة التشوه اللي خلفاته الحروق. فضلا عن حالة التعفن، كانت ملامح البقايا البشرية اللي تم العثور عليها في ذاك المكان الموحش تتشبه لحد كبير صورة كنزة. لكن نظرا لحالة التحلل المتقدمة والتشوه الملحوظ على رأس الضحية، ما قدروش رجال الشرطة الجزم بالأمر، واضطروا لدعوة الأم لمقر المعمل الجنائي باش تتعرف بنفسها على وجه الضحية. وبالفعل قدرات الأم تتعرف على بنتها من خلال علامة مميزة في راسها. وفاش تيقنات الأم المسكينة بأنها واقفة أمام راس الضحية، قالت لهم نعم، هذه هي بنتي كنزة. وبهذا الشكل لقاو رجال الشرطة أنفسهم أمام جريمة جنائية مكتملة الأركان، وهو ما دعاهم لإعادة استجواب الأم من جديد. ووضحت أم كنزة في حديثها مع المحققين بأن بنتها ما كانش عندها أي عداوات من أي نوع، وأنها كانت فتاة محبوبة ومسالمة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنها لاحظت بأن كنزة كانت تحاول إخفاء أمر ما في الآونة الأخيرة، حيث كانت الأم تشعر بأن شيئا مختلفا في سلوك بنتها وفي صوتها. حاولت الأم تسول بنتها عن سبب تغيرها المفاجئ في أكثر من مناسبة، لكن كنزة دائما ما كانت تحجم عن الرد. وبعد استجواب الأم، حاولوا المحققون تتبع خيط سير الفتاة المفقودة منذ أن خرجت من دار باها في الأول من شهر فبراير، كما أفاد الأخير في البلاغ اللي دلا به لمركز الشرطة، وذلك عن طريق مراجعة لقطات كاميرات المراقبة الأمنية المتواجدة في المنطقة واستجواب الجيران. ما قدروش المحققون رصد أي لقطة توثق خروج كنزة من دار باها في ذاك اليوم، كما أن جميع الجيران ما شافوهاش تغادر الدار، وهو ما جعل المحققين يتساءلوا ماذا لو لم تكن كنزة غادرات دار باها منذ البداية. ولمعرفة الإجابة على التساؤل، كان على المحققين إعادة استجواب بين كنزة من جديد، الأمر اللي دعاهم لإعادة التواصل معه وطلبوه للخضوع للاستجواب في مركز الشرطة. وفور وصوله خبروه المحققون بنبأ العثور على بقايا بنته، فكانت ردة الفعل تاعو على الخبر عجيبة للغاية بالنسبة للمحققين، حيث الرجل ما نهارش أو بكى كما دارت مرتو، ما بانش عليه علامات الصدمة والذهول، بل ما ارتبكش وما توترش بشكل واضح، وهو ما جعل المحققين يشكوا فيه بشكل أكبر. على إثر ذلك تم استصدار أمر بتفتيش دار الأب، والمفاجأة وأثناء التفتيش لقاو آثار الدماء في جوانب غرفة كنزة، ولقاو أيضا بقع دم أخرى حدا الحمام. وكان من الواضح أن هناك محاولة لتنظيف وإخفاء معالم جريمة، حيث كانت ريحة مواد التنظيف الكيميائية مجهدة في أرجاء المنزل بأسره. ليس ذلك فقط، بل لقاو أيضا على مؤشرات قوية تدل على أن الجريمة وقعت في هذا المكان تحديدا. وبالتزامن مع ذلك لقاو في غابة عكارنا على بقايا بشرية أخرى غير الراس واليدين اللي تم العثور عليهم سابقا. وبينات التحاليل الطبية أنها تترجع الكنزة، وتبين أيضا أن هناك أجزاء أخرى من الجثة ما زال مفقودة. وبعد تحليل بقع الدم اللي لقاو في دار الأب، استبقت النتائج مع حمض كنزة النووي، مما أكد أن الدم سيرجع فعلا للكنزة. في هذه المرحلة باتت أصابع الاتهام تتجه مباشرة للأب، فتم توقيفه مباشرة والتحقيق معه.
بعد ما وجهت ليه السلطات التهمة بشكل رسمي. في البداية انكر تماما أي علاقة له بقتل بنته، وتمسك بروايته الأولى قائلا أنها خرجت لزيارة جدتها وما رجعتش. لكن الغريب أن حالته النفسية وتصرفاته خلال التحقيق كانت في غاية الغرابة، حيث كان الرجل مبتسما بشكل مريب وكان يهضر بهدوء غير مفهوم، فيما ما بانتش عليه أي علامات الحزن أو الأسى على بنته. ما كانش كيتصرف كأب فقد بنته نهائيا، خصوصا أن الجريمة اللي ترتكبات في حقها كانت ماشية إلى أقصى الحدود. تزاد ضغط المحققين على الأب وتوالت الأسئلة عليه، ومع تصاعد الضغط النفسي ما قدرش يصمد بزاف. انهار أخيرا وقدم اعترافا كاملا بالجريمة، قال فيه أنه يوم الأول من فبراير دخل لغرفة كنزة ووجه لها عدة طعنات بسكين حادة، وما توقفش عن تسديد الطعنات لجسدها إلا بعد أن تأكد أنها فقدت حياتها بالكامل. من بعد جر للحمام وتماك شرع في تقطيع جسدها بطريقة وحشية. قرضها، فصل الراس عن جسدها أولا، ثم يديها، ثم رجليها، وكل ذلك بدم بارد ومن دون أدنى شفقة. وبعد ما سال من تقطيع الجثة دار الراس واليدين في كيس وداهم لغابة آكارنا. وصل الأب لمنطقة موحشة من الغابة وتماك خوا ليسانس على بقايا أجزاء بنته دون رحمة أو شفقة، وشال فيها العافية ومحاولة منه لإخفاء معالم الجثة. أما باقي الأجزاء فرماها في أماكن متفرقة في الغابة، وقدم للشرطة أدلة حول المواقع اللي رمى فيها بقايا الجثة. لكن حتى بعد الاعتراف ظل الأب محتفظ بالغموض حول السبب الحقيقي لارتكاب هذه الجريمة. وكيل الجمهورية لمحكمة عزازقة أكد أن الأب ما وضحش الدافع وراء قتل بنته، وهو ما زاد القضية غموضا، خصوصا فاش تبين من السجلات أن الأب كان مسجون سابق بتهمة قتل ولده قبل 24 عام، وتم إطلاق سراحه بعد سنة واحدة فقط. هذا التاريخ الإجرامي جعل من المؤكد أن الرجل ماشي طبيعي وما يمكنش الوثوق فيه، ومع ذلك ما فهموش على سمحوا لبنته كنزة تعيش معه، وعلاش ما منعتش الأم هذا القرار، خصوصا أنها كانت عارفة ماضيه. تقرير الطب الشرعي أكد فظاعة ما تعرضت ليه كنزة، حيث لقاو طعنات متعددة في أنحاء جسمها وآثار خنق حول الرقبة وجروح عنيفة تدل على سحب الجثة بعنف وفصل الرأس والأطراف بوحشية، فضلا عن آثار حروق متعددة باستخدام البنزين. المثير أن تقرير الطب الشرعي ما وضحش بشكل قاطع إن كان وقع اعتداء على الضحية أم لا، وذلك نظرا لحالة الجثة السيئة، الأمر اللي زاد من التكهنات حول السبب الحقيقي وراء الجريمة البشعة والوحشية، لأنه تحدث البعض عن أن الجريمة ربما ارتكبت بدافع جنسي، أو أن البنت ربما اكتشفت شيء أمر خطير على باها وهددها أو بغى يتخلص منها نهائيا. لكن هذه تتبقى مجرد تكهنات، فالتحقيق ما صفحش عن أي دافع واضح للجريمة، وهو ما جعلها واحدة من أكثر القضايا غموضا وإثارة للجدل في الجزائر. فالشارع الجزائري كان في حالة صدمة، متسائلا كيفاش يمكن لأب على أنه يذبح بنته والتمثيل بجسدها بهذا الشكل المرعب. والأغرب أن الرواية اللي قدمها الأب أكدت أن الجريمة ما كانش لحظة غضب عابرة أو حادث عرضي، بل كان عملا دمويا مخططا له نفذ بدم بارد. فبموازاة كل هالشيء ساد صمت رسمي شبه كامل حول ملابسات القضية. وعلى الرغم من الاهتمام الشعبي والإعلام الكبير
ما صدراش أجهزة الدولة أي توضيحات كافية حول الدافع وراء الجريمة. وزاد هذا التكتم من حالة الاحتقان العام، لأنه بقات عشرات الأسئلة بلا إجابة. ومع انتهاء مرحلة التحقيقات الأساسية باتت خيوط القضية واضحة أمام المحققين من حيث الوقائع، لكنها ولت ملفوفة بسياج من الغموض من حيث الدوافع والأسباب الحقيقية. فاعتراف الأب كان كافي لتأكيد الجريمة بكامل تفاصيلها، لكنه ظل صامت أمام كل محاولة لفهم علاش ارتكب ما ارتكبه بهذه الطريقة الوحشية. بدورها صادقت المحكمة على تقرير الطب الشرعي اللي أكد وجود طعنات متعددة في الجسد، وأن الجثة خضعت للتنكيل المتعمد من خلال فصل الرأس والأطراف باستخدام أداة حادة. وعلى أساس ذلك توجهت للأب تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. الجلسات الأولى شهدت اهتماما إعلاميا وشعبيا واسعا، حيث كان الشارع الجزائري يطمع في أن تفصح المحكمة عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالدوافع الكاملة وراء الجريمة. لكن الرجل بقى على حالته النفسية الباردة والمريبة طوال الوقت، وما بينش أي ندم، بل كان مبتسما أحيانا وفي حالة هدوء غريبة. عائلة الأب كانت تعيش تحت وقع الحزن والذهول، فيما الأب استمر في حالة من الإنكار المبطن رغم اعترافه الكامل بالجريمة. وما كانش مصير المحكمة بحد ذاته كافي لمحو مرارة الأسئلة المفتوحة اللي خلات هذه القضية وراها. انتهت فصول التحقيق، لكن قصة كنزة غتبقى لوقت طويل جرح نازف بالذاكرة الجزائرية، وواحدة من أكثر الجرائم اللي طرحت تساؤلات حول الثغرات في النظام القانوني والاجتماعي في البلد. برأيك شكون كان السبب الحقيقي اللي دفع والد كنزة لارتكاب مثل هذه الجريمة الوحشية بحق بنته؟ أخبرنا عن رأيك في التعليقات. سالات القصة ديالنا اليوم، كان معكم أخوكم عصام. ما تنساوش تدعمونا بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس، وعلاش لا شي جيم وكومنتير ومشاركة الفيديو مع العائلة والأصدقاء.